الشوامل وما أدراك ما الشوامل ومزهقة ناس كتير قد إيه، ولكن النهاردة جايين نتخلص من المشكلة دي ونعرف إمتى أصلا تبقى هي مشكلة وإمتى تبقى مش مشكلة. إن شاء الله بعد الفيديو ده هتطلع بعقلية مختلفة كطالب ثانوية وكإنسان عموما، فيلا بينا نبدأ. الشوامل الشوامل امتحان شامل. امتحان شامل. الشوامل هي مشكلة الدفعة. كل الناس بتقول مهما اذاكر ما بجيبش الدرجة اللي انا عايزها، اجيب درجة وحشة وبرضه اقعد اذاكر اكتر وفي الامتحان اللي بعده ما بلاقيش تحسن، لحد ما زهقت وما بقتش اذاكر للامتحان وساعات ما بروحوش اصلا. واحدة واحدة بس على نفسك كده، تابع معايا وركز في الكلام وكمل للاخر عشان في مفاجأة ليكم. الموضوع أبسط بكتير من اللي أنت عامله في نفسك ده. الشوامل ما هي إلا امتحان لتحديد مستواك دلوقتي في اللحظة دي عامل إيه. يعني حضرتك مش هتخش مستواك ده امتحان آخر السنة، ولازم تفهم إن الثانوية العامة ماراثون من السباق للي يوصل للأول. باقي الثانوية العامة اللي نفسه طويل فيها هو اللي هيوصل بإذن الله. يعني مستواك الحالي اللي أنت شايفه زي الزفت ولا يؤهلك إنك تخش امتحان ثانوية عامة هو فعلا لا يؤهلك إنك تخش امتحان ثانوية عامة. أنا عايز أقول لك إنك لحد ما تبدأ المراجعة النهائية وتاخد فيها مش أقل من شهر تفتكر فيها الحاجات اللي انت خدتها في شهر 8 و9، انت مش هتكون مؤهل برضه ساعتها انك تخش امتحان ثانويه عامه. لسه في افكار كتير ما عدتش عليك لسه هتحلها في المراجعه النهائيه. كمان لما تراجع المراجعه الثانيه لبعض الدروس في المراجعه النهائيه هتلاقي فهمك زاد ليها اكتر، ولكن في بعض الجزئيات ما بتتفهمش من مره واحده ولازم تكرار، ولكن دوامه المنهج ما بتسمحش بكده زي ما احنا عارفين. فما تجيش انت بعد ده كله تقول لي انا جبت 25 من 40 في شامل الفيزياء فانا كده ضيعت خلاص وحلمي راح مني. ما بتتحسبش كده صدقني، شكلك مش مصدقني. طب هجيب لك امثله دلوقتي من امتحانات الشامل بتاعتي على مدار السنه عشان تصدق. ادي يا عم درجه امتحان شامل احياء في شهر 5 48 من 60. بالله عليك دي درجه ترضي ربنا؟ ولكن في النهايه نقصت 10 درجات وبرضه فخور بنفسي لاني كنت بعمل اللي عليا. سبحان الله ربنا يكرمني في بقيه المواد واخش الكليه اللي انا عايزها بفضل ربنا. عشان كده دايما بقول لكم اعملوا اللي عليكم ومالكوش دعوه بالنتيجه. مثال حي قدامك اهو. طب بلاش دي. وادي درجة آخر امتحان شامل جيولوجيا امتحنته في آخر السنة 51 من 60، يعني ناقص 9 درجات وبفضل الله في آخر السنة ناقص نص درجة بس. وادي امتحان شامل فيزياء ناقص فيه 7 درجات أهو. وادي امتحان شامل فيزياء تاني ناقص فيه 8 درجات، وبفضل الله ربنا ألهمني الصواب في لجنة الامتحان في آخر السنة ونقصت درجتين بس. ولكن على الجانب الآخر بقى ادي امتحان شامل كيمياء كنت ناقص فيه درجة واحدة بس، وادي امتحان شامل تاني كنت ناقص فيه درجتين بس 78 من 80. لكن للأسف والحمد لله نقصت 8 درجات في آخر السنة في الكيمياء. أيوة يا دكتور، يعني أنت دلوقتي لخبطت مشاعرنا ما بين درجات قليلة ودرجات عالية، أنت عايز تقول لنا إيه؟ عايز أقول لك من الآخر إن امتحانات الشوامل مش مقياس لمجموعك أو أنت هتجيب كام آخر السنة، أنت بس بتاخد بالأسباب والنتائج وما بتفكرش فيها خالص وبتسيبها على الله. شفت المؤشرات كانت عكس النتائج خالص ازاي؟ بس النتائج ما ظبطتش معايا غير بعد ما ربنا شافني بحاول وبعافر بعد كل امتحان بقع فيه. ما بشوفش الدرجه الوحشه قدام عيني وبقول كده خلاص واستسلم. ما وقفتش اتفرج على الوضع وقلت ما هي كده كده خربانه ومهما عملت درجاتي مش هتتحسن. لا، كنت دايما باخد بالاسباب وكنت دايما بدعي ربنا انه يوفقني. طب يا دكتور انت عمال تقول باخد بالاسباب باخد بالاسباب، ايه هي بقى الاسباب اللي انت بتاخد بيها دي؟ او كنت بتعمل ايه عشان تحسن درجاتك في الشوامل او تبقى على الاقل عامل اللي عليك؟ اول حاجه زي ما اتفقنا ان الدرجه دي لا تعني ان انا هجيب زيها في امتحان اخر السنه حتى لو حل الامتحان ده ليله امتحان الثانويه العامه، وده حصل معايا شخصيا في الفيزياء. حليت امتحانين وكل امتحان نقصت فيه 6 و7 درجات وده كان ليله امتحان الفيزياء. قلت بس خلاص ده مستواي في الفيزياء ومش هوصل لاعلى من كده، ولكن اللي حصل اني ما استسلمتش وقعدت احل بعدها تاني. ما حليتش امتحان كامل بعدها تاني ولكن حليت. سبحان الله ربنا يفتح عليا بعدها في اللجنه تاني يوم وانقص درجتين بس. تاني خطوة عشان تحسن من درجاتك في الشوامل وتبقى عامل اللي عليك هي انك تتعلم من اخطائك. يعني مثلا فكرة سؤال جاتلك في اسئلة الدرس وانت غلطت فيها، ليه تغلط فيها تاني في الامتحان الشامل؟ دي حاجة غير مقبولة بالمرة في الثانوية. لازم السؤال اللي تغلط فيه سواء من واجب درس او من امتحان شامل او بتحل لوحدك من اي كتاب تقف معاه وقفة، اللي هو انا غلطت فيه ليه؟ ما تسيبوش يمر مرور الكرام كده. لازم تفهم انت غلطت فيه ليه، مش غلطت في ايه وخلاص، لانها تفرق. في كذا سبب يخليك تغلط في السؤال غير انك ما كنتش مذاكر الجزئيه دي. ممكن تكون مش نايم كويس قبلها، ممكن تكون ما كنتش واكل كويس قبلها وجعان وانت بتحل، ممكن تكون كنت بتحل الامتحان بعد كذا درس رحته فتركيزك اصبح منعدم.
كل دي أسباب تخليك ما تعرفش تحل كويس في الامتحان. والله في ناس كانت تقعد قدام ورقة الامتحان تقول لك أنا عارف السؤال ده وعارف إجابته بس مش قادر أفتكرها. ليه؟ لأن مخه مرهق وتعبان. لازم توفر لنفسك بيئة كويسة عشان تعرف تحل، وإلا ما تلومش نفسك لما تجيب درجات وحشة ترجع تقول أنا درجاتي مش كويسة ليه. لو موفر لنفسك كل ظروف إنك تحل كويس زي إنك نايم واكل كويس ومركز، فكده في مشكلة في المذاكرة أو الفهم. وهنا ننتقل للخطوة اللي بعدها، تالت خطوة معانا، وهي إنك تراجع للامتحان قبلها ولا لأ. معظم الشباب اللي دخلتها ما كنتش ماسك الكتاب ليله الامتحان عمال اراجع على الباب اللي انا همتحن عليه. صدمه مش كده؟ ايوه يا حبيبي، انت بتكون مذاكر الباب اول مره وحل عليه من كتابين وبتمتحن عليه ده كله في اقل من شهر من الفرم اللي انت فرمته للباب ده. المفروض ما بتكونش ناسي اللي انت لسه واخده طالما انت مذاكره كويس. اما بقى لو انت مثلا جاي تمتحن على 3 ابواب والباب الاولاني كنت واخده في شهر 8 ومخلصه في 9، يعني بقى لك 3 أو 4 شهور ما فتحتوش، هنا بقى اقول لك راجع عليه عشان ما تغلطش فيه كتير في الشامل. بس خد بالك من حاجه مهمه، في ناس كتير بتراكم محاضرات ودروس اتشرحت جديدة عشان تذاكر للشامل. ده عين الغلط طبعا. شعارك في الثانوية هو الجديد دايما أولى، سواء عندك شامل بتراجع له أو عندك تراكمات بتلمها زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. لأنك ببساطة لو سبت الجديد عشان تراجع للشامل أو حتى تلم التراكمات اللي عليك، أنت كده بتعمل تراكمات جديدة وأنت مش واخد بالك. لو انت شخص محترم وجميل وما عندكش تراكمات بتلمها، فانصحك بشدة انك تقسم المحتوى اللي داخل عليك في الامتحان الشامل ده على مدار اسبوع قبل الامتحان. هتخش تجيب درجة محترمة بجد وهتدعيلي. اما انت لو عندك تراكمات حاليا بتلمها، فانصحك ما تقعدش تذاكر الشامل وتسيب التراكمات طبعا اولى من الشامل بجانب الجديد. بعدين انت كده كده هتذاكر جزئيات داخله في الشامل وانت بتلم المتراكم، فهتبقى ضربت عصفورين بحجر. لكن لو مقفله معاك وما عندكش وقت خالص تراجع للشامل، مفيش مشكله، خش امتحن بالمعلومات اللي عندك واعصر دماغك في الامتحان عشان تجيب اعلى درجه ممكنه، واقعد حلل اخطائك بقى. وهنا جاء وقت تحليل الاخطاء. تحليل الأخطاء فن مش عن. يعني أنت دلوقتي مثلا ناقص 10 درجات في الامتحان، طبعا درجة مش حلوة، ولكن حلوة مثلا لواحد كان ناقص 20 درجة في الامتحان اللي قبله، لأنها سلمة عشان يوصل لمستوى أعلى وأعلى إن شاء الله. فهنقول مثلا إن ال10 درجات دول ب10 أسئلة، يعني عندك 10 أسئلة ب10 أفكار أنت غلطان فيهم، أو 6 أو 7 أفكار عادي. يعني مفيش امتحان يخلو من تكرار الأفكار عامة، ولكن انت لازم تعرف انت غلطت في كام فكره مش كام سؤال وخلاص. بتبدا تفرز الافكار دي بقى لنوعين، نوع افكار كنت مستحيل تجيبها في الامتحان سواء فهمتها دلوقتي لما شفت السؤال او رحت بيه للمدرس بتاعك يفهمهولك، ونوع افكار تانية كنت ممكن تجيبها في الامتحان بس انت كسلت انك تفكر او تعصر دماغك. النوعين مهمين انك تعرف فكرتهم وكمان عايز حلهم يتحفر في دماغك عشان ما تغلطش فيهم تاني، ولكن في اختلاف بينهم. يعني السؤال اللي عصلك مع معظم الناس وانت غلطت فيه ما ينفعش تلوم نفسك عليه، لان السؤال كان فعلا صعب والمشكله مش فيك. اما السؤال اللي كنت ممكن تجيبه وكانت فكرته ممكن سهله انك تجيبها، فده لازم تبدا تلوم نفسك عليه. تسال نفسك هل المشكله عندي ان انا كسلت ان انا احله وكنت عارف حله، ولا ما كنتش فاهم الجزئيه دي ولو كنت ركزت في شرحها وذاكرتها كويس كنت عرفت حل السؤال صح. تحدد مشكلتك فين وبعدين تبدا تحلها. لو مش بتركز في الامتحان راجع الاسباب اللي قلتها من شويه وابدا حلها، سواء نوم أو أكل أو ضغط ذهني عليك. لو ما كنتش فاهم الجزئية اللي انت غلطت فيها راجعها على طول بعد ما تعرف ان عندك مشكلة فيها، ولو متاح عندك انك تحل بعدها على طول من كتاب تاني حل عشان تثبت المعلومة في دماغك وما ترجعلهاش تاني الا في المراجعة النهائية بقى. عايز اقول لك ما تزعلش على اخطائك في الامتحانات والواجبات، واقتبس هنا مقولة مستر فيصل ان احسن معلم ليك هو اخطائك. انت لو قفلت كل الامتحانات وما غلطتش خالص يبقى انت كده ما استفدتش حاجه. الامتحان اللي انت بتقفله بمنتهى السهوله ده ما بتستفدش منه قد ما بتستفيد من امتحان غلطان فيه 4 أو 5 غلطات مثلا. عشان كده دايما لازم يكون في تحدي لمخك، ولازم دايما يكون شغال عشان هتقابل افكار لاسئله في امتحان اخر السنه انت ما شفتهاش قبل كده. عشان كده دايما لازم تتقبل انك هتغلط ودايما تحسن من درجاتك عشان توصل لاحسن درجه في امتحان اخر السنه ان شاء الله. وافتكر دايما ان الثانويه العامه يعني حل كتير، وكل ما تحل اكتر هتغلط اكتر ولكن هتتعلم اكتر. عشان كده امتحانات الشفوي مهمه ولكن مش حاجه تسبب لك مشكله ان شاء الله. في تركية بعض الناس بيعملوها وقد تكون مفيده لبعضكم ان شاء الله، وهو انه بيجمع اخطاء الشوامل لكل ماده في كراسه لوحدها. ده بعد ما بيكون فيه فكرة السؤال قبل ما يسجله، طبعا بيرجع للأفكار اللي سجلها قبل كل امتحان شامل للمادة دي، وكده يتفادى إنه يغلط في الأخطاء اللي غلط فيها قبل كده. في ناس كانت بتعمل كده وجابت معاها مفعول كويس وأخطائها قلت عن الأول. قلت أقول لكم عليها برضو عشان لو هتساعد حد فيكم، لأن أنا شخصيا ما كنتش بعمل كده، وبراجع الامتحان أول ما برجع من الحصة بتاعتي وبعرف أنا غلطت في إيه وليه غلطت فيه، ولو في سؤال مش فاهمه بروح بيه للمستر بتاعي، او لو في جزئيه مش فاهمها براجعها وبذاكرها كويس وبحل عليها زي ما قلت لكم.
عايزك تفرق ما بين واحد جاب درجة وحشة وواحد وحش مش عامل اللي عليه. اللي جاب درجة وحشة مش شرط يكون واحد وحش أو مش عامل اللي عليه، في كذا سبب إنك ما تجيبش الدرجة اللي أنت عايزها زي ما قلنا. ولكن الطالب الوحش هو اللي مش عامل اللي عليه أو مش بيذاكر أول بأول وبيراكم بدون سبب، هو اللي بياخد الدرجة الوحشة وبيقول مش فارقة وهغش وأعدي آخر السنة. شتان ما بين النوعين والله، وكل واحد عارف نفسه. وطبعا عايزك تكون من النوع الاول اللي ربنا يكرمه اخر كرم في اخر السنه ان شاء الله. طبعا عايزك تستعين بالله قبل كل امتحان بتخشه عشان ربنا يوفقك ويعينك على الحل. عايزك تعمل اللي عليك وتسلم الامر لله. زي ما قلت لك انت عليك السعي، وبعد ما نخلص سعي بتدعي ربنا وبتقول يا رب انا عملت اللي عليا وانت شاهد على كده، وفقني يا رب وسدد خطايا عشان انا تعبت. قولها بكل يقين ان ربنا مش هيخذلك ولا هيضيع تعبك. صدقني هو ده الكلام اللي هيوصلك اللي انت عايزه مش اي حاجة تانية. ربك بيثبت وبينصر المجتهد اللي بيتعب بجد، مش بيسيب عبد عاف وقت زنقة. وانا لمست الكلام ده بنفسي. ان شاء الله في فيديو قريب عن تفاصيل السنة اللي فاتت معايا ومواقفها ودروسها اللي طلعت بيها منها، وان شاء الله تستفيد. بما اننا خلاص بنقفل الفيديو اهو، انا جاي لك بتحدي مهم جدا تعمله ما بينك وما بين نفسك، هو انك تطبق كل الكلام اللي قلناه في فيديو النهارده، تكتب في الكومنتات الدرجه اللي ما كانتش عاجباك في اخر امتحان شامل ليك، وتتعب وتجتهد زي ما اتفقنا، وتيجي برضو هنا في الكومنتات تفرحنا بالدرجه الحلوه ان شاء الله في الشامل اللي جاي، اللي ان شاء الله تفرحك وتبسطك وتخلي مشكله الشمال مش مشكله عندك اصلا. وبالنسبه للمفاجاه اللي انت مستنيها من اول الفيديو، انا عملت جروب على التليجرام لكم مخصوص نتكلم فيه مع بعض، واللي عنده مشكله يقولها ونحلها سوا ان شاء الله، او اسئله واقفه معاك ان شاء الله اكون معاك فيها واساعدك فيها. ده نوع من انواع الدعم اللي بقدمه ليك عشان انا يهمني مصلحتك بجد، واي حاجه اقدر اقدمها ليكم وتفيدكم بجد فان شاء الله مش هتاخر عنها. لينك الجروب هتلاقيه في الوصف ان شاء الله. واخيرا وليس اخيرا، اتمنى لكم كل التوفيق يا شباب، وان ربنا يكبر بخاطركم ويحقق لكم كل احلامكم، اللهم امين. سلام. في قلبكم صدق الكلام، في قلبكم صدق الكلام.